خوت السلام عليكم. وصلنا للمناظرة السادسة حول موضوع العلاقة مع الغير. عندنا 4 فلاسفة في قهيوة ديال الحومة، طابلة صغيرة فوقها أتاي وحلوى. أرسطو كيهز كاس أتاي وكيضحك بهدوء. اش بغيت نقول لكم؟ الصداقة زينة الدنيا، بلا صحاب الحياة ناقصة، الصاحب الصالح بحال الذهب. كيجاوبو إيمانويل كانت كيعدل نظاراتو كيهضر بوقار. الصداقة راه واجب أخلاقي، خاصنا نكونوا محترمين، نعاونوا بعضياتنا بلا مصلحة، غير بالنية الزوينة. ألكسندر كوجيف كيتدخل، كيضرب الطابلة بشوية، كيدير وجه مشدود. وسيروا تصاحبوا بوحدكم، غير خاصك تحارب معاه باش تفرض راسك، الصراع هو الأصل. كتجاوبهم كريستيفا بواحد الابتسامة غامضة وكتشرب أتاي ببطء. اش باغين؟ لا الغير ساكن فينا، احنا اصلا فينا شي حاجة غريبة، خاصنا نتصالحوا معاه ونعيشوا مجموعين. وهنا كيبان واحد الطفل صغير جاي وسط القهوة كيبغي يلعب معاهم، كل واحد فيهم كيتهرب بطريقة مضحكة، ولكن كريستيفا كتعطيه طرف ديال الحلوى وكتضحك معاه. وانت مع الصداقة ولا مع الصراع؟ اكتب لينا رأيك في الكومنتيرات.